يا إخواني، يعني خاب من جلس في هذا المجلس فكذب. ده سؤال عن مواقف الإخوان السلفيين في الإسكندرية وغيرها من المسائل الدستورية والقانونية التي تجري في البلاد والثورة وما إليه. أريد أن أقول لكم أولا إن هؤلاء الناس يحبون بلادهم كأكثر ما يحب إنسان بلده، وإنهم يحرصون على مصلحتها كأحسن ما يحرص إنسان عليه، وإن رؤانا ورؤاهم تتفق في أشياء وتختلف في أشياء. لا الاتفاق حولنا إلى أن يذوب أحدنا في الآخر، ولا الاختلاف حولنا إلى أن يعادي أحدنا الآخر. نحترمهم ونقدرهم ونعرف ما يفعلون من خير ويعرفون لنا مثل ذلك، ونختلف معهم في بعض الآراء ويختلفون معنا في بعض الآراء، وهذا حق للكافة. فما ينفعش نحمل تيار كده نقول السلفية بتعمل كذا. لا، ليس كل السلفية بتعمل كذا. الإخوان المسلمين بيعملوا كذا. لا، ليس كل الإخوان المسلمين. لا، أزيدكم من الشعر بيت. الحزب الوطني كان بيعمل كذا. لا، مش كل الحزب الوطني. كان في ناس طيبين مغلوبين على أمرهم دخلوه لكي يحافظوا على مصالحهم ولم يمارسوا أي فساد. ما ينفعش الكلمة العامة كده تقول كل المصريين كويسين. لا، مش معقول. كل المصريين وحشين. لا، مش معقول. كل المسلمين، كل الأقباط، كل دي يجب أن ننفيها من قاموسنا، وأن نزن الأمور بموازين العدل والإنصاف لكي نعرف لذي الحق حقه ونعرف للمخطئ خطأه، فنقبل الأول ونوجه وننبه